شكل صينيه السمك بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم ان ريحتها تحفه وطعمها جميل جدا، والسمك استوى اهو، خد لون جميل، والبطاطس كمان استوت. لما نعمل البطاطس حجم متوسط كده تستوي بسهوله وبألف هنا وشفا. 4 سمكات بولتي مغسولين ومتنضفين ومتنشفين كويس. منين اعرف ان السمكه طازه؟ السمكه تكون طازه لما تمسكيها بايدك كده وتدوسي عليها تلاقيها ناشفه، عينيها بتلمع، بقها صغير، خياشيمها حمراء، بطنها فاضيه، كده نقول عليها دي سمكه طازه. الصينيه اللي انا هعملها دي تنفع باي نوع من السمك انت بتحبيه. هبدا امسك السمكه كده وافتحها فتحات علشان احط فيها التتبيله اللي هنعملها. هجيب الكبه هنزل فيها براس توم متقشر ومغسول، هنزل عليها ب3 4 وحدات من الكزبره، الفلفل رومي اخضر، فلفل رومي احمر حامي او بارد زي ما تحبي، جزرايه صغيره، الجزرايه بتدي طعم حلو للتتبيله. هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه بابريكا، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الشطه، عصير ليمونتين كبار، معلقتين خل كبار، معلقتين زيت كبار. هفرم التتبيله فرم ناعم. التتبيله بقت ناعمه معايا بالشكل ده، هبدا اتبل بيها السمك من بره ومن جوه وفي الفتحات علشان السمكه تشرب من كل التتبيله بالشكل ده. هجيب بطاطستين 3 واقطعهم شرايح وسط بالشكل ده، ما تكونش رفيعه قوي ولا تخينه قوي علشان السمك بيستوي بسرعه، عايزينها تستوي مع السمك وتكون حلوه. هنزل بيها في الصينيه بتاعي فلفل وبصل وطماطم، هنزل على البطاطس بيهم وابدا افككهم كده. هنزل عليهم بمعلقتين من تتبيله السمك كده واقلبهم معاهم مع البطاطس. همسك السمك ارصه عليهم كده، هضيف معلقتين زيت كده على السمك عشان تديلي لون حلو لما تتحمر السمكة، شرايح ليمون. هندخلها الفرن من غير ما نغطيها عشان عايزين السمك ياخد لون حلو كده ويتحمر معانا. ده شكل صينية السمك بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. عايزة اقول لكم ان ريحتها تحفة وطعمها جميل جدا، والسمك استوى اهو، خد لون جميل، والبطاطس كمان استوت. لما نعمل البطاطس حجم متوسط كده تستوي بسهولة وبألف هنا وشفا.